السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أحباب الكرام، أمة الإسلام، إخوة الإيمان. إن شاء الله ما أنت موضوعنا وحو كساب سنيهي فضلا كقب قاضو اسمها مسجد خاتم المرسلين أو كيالو ودنك صوماليا قار أهان مقالة دافيت. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أما بعد. وحيالها الله سبحانه وتعالى وجعل يهي وحا كمت قفكي مسجد لسو أما قفكي كقب قاطو اسم مسجد قفكي مسجد لسو أما قفكي كقب قاطو مسجد أصيغنا الله سبحانه وتعالى أيا قري جنة أقول لسا واتي نبينا صلوات الله ربي وسلامه عليه أوردهي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. قفكي مسجد إلهي سبحانه وتعالى درتي سأولسو الله سبحانه وتعالى قري أيو جنة أقولسا ما أهن قري جنة لغولسا يكلي ما أها ولي وحا سيجرا مسجد كاسي aad dhistay ama aad ka qayb qaadatay wax walba kheer lagu sameeyo ajarkiisa ayaad leedahay. haddii ay noqoto min salaatin wa sujuudin wa rukuucin wa qiraa'ati alqur'aan wa dhikr wa ducaa wa cibaadah, intaas oo dhan fahuwa fii miisaani xasanaatik. bal nabigeena salawaatullaahi rabbii wa salaamuhu calayhi wuxuu dhahay من بنى لله مسجدا قفكي مسجد إلهي سبحانه وتعالى درتي سأرسو أو مسجد كاسي أغارايو ولو كمفحص قطاه حجم كيسا أما وينان تيسا أغارايو قريغ قوليدا أي دكتو. هل هناك مسجد بهذا الحجم؟ ما أنت مجرى مسجد ووينانتيسا أما حجم كيسا وقارايو قريقا قوليدا؟ طبعا لا يوجد. بعض أهل العلم وحيدهان هديدت أو اشتراك قصميان اسم مسجد قف والبو أو كقيب قاتو قيبتاس أو قادنا يهدو قارايو سيدا قريقا شمبرتا عمل بنى الله له بيتا في الجنة. قفكاسي إلهي سبحانه وتعالى جنة أيو قري أقول الساعة. أحباب الكرام، مسجدك وطولك ميشا إلهي سبحانه وتعالى أوجع عليه. ددك مساجد عمرو، ددك قصة، ددك كشقية، ددك كعباديست. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر قاتك عي إن أيهين مؤمنين. وحكى الله سبحانه وتعالى أقري إن أيهين دد هنونسن سيداس دراد ديدا أيا وحا لغا مرمان وميش أغو مهمسن نولش مجتمع مسلمك. إذن قفول بوحا لو باهيه إن أكقب قاتو اسمه مسجدك خاتم المرسلين. هذا الكيغا وحان قصو قتمي دونا هل قصة أو قصابسان مسجد وحا جري مسجد أو كيالو ودنك تركيا. مسجد كاسي مقعيسا وحا لديه جري كأني أكلت وأنيقو عني عمل. قصة حدي أن إذن كشيكيو وقصة oo aad u muhiimsan oo xikma iyo cibar ku jirto. maxaa yeelay masjidkan magaca loo bixiyay wuxuu ahaa kaanni akalt, waa anigoo aan cunay camal. waxaa jiri jiray nin oo ahaa nin faqiir ah. ninkan wuxuu niyeystay in uu masjid dhiso. ninkan maalintii waxa uu soo shaqeeyo waxna wuu ka cuni jiray. wixii kala ziyaada ama wixii naftiisa oo ziyaada ay jeclaysato wuxuu samayn jiray lacagtii oo masjidka meel uu u dhigi jiray ayuu ka soo bixin jiray
wuxuu niidiisa gelin jiray ama uu dhihi jiray kaannii akalt waa anigoo cunay camal kadib lacagtii ayuu wuxuu ku celin jiray meeshii oo khasnadda uu ku aruurin jiray lacagta uu u niyeystay inuu masjid dhiso ninkan muddo dheer ayuu saas samayn jiray kadib waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sakhiray inuu ninkan uu dhiso masjid markii ninkan masjidka uu dhisay wuxuu u bixiyey masjidka magaciisa kaannii akalt waa anigoo aan cunay camal ilaa iyo hadda masjidkaas wuxuu ku yaalaa waddanka Turkiya magaciisana waxaa la dhahaa kaannii akalt idan qofka ibnu aadamka waxaa loo baahan yahay in uu waxyaalaha muhiimka ah in uu u shaqaysto adduunkan